بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بتدبر القرآن، سورة النساء الآية 114 قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تمام؟ طيب تعالى نتدبر بقى الآية دي. لا خير في كثير من نجواهم، ربنا بدأ بلا خير، يبقى الفعل ده هيبقى ما فيهوش خير، اللي هو ايه؟ كثير من نجواهم. نجواهم يعني كلامهم، يعني الناس لما بتتكلم لا خير. صح، الأعداد معظمها دلوقتي انت لو قعدت مش هتلاقي الكلام يعني له قيمة، يعني كلام ما يبنيش، يعني كلام بنتكلم شفنا ايه على السوشيال ميديا، بنتكلم على ناس مش موجودة، في نميمة وفي غيبة وفي حاجات كده، فلا خير. وده معظم مش كل. في كثير من نجواهم إلا أقف بقى، إلا مين يا رب؟ في تربية هنا بقى، عشان انت عايز تبقى كده. انت مش عايز تبقى كده، مش عايز تبقى الناس اللي مفيهاش خير، عايز كلامك يبقى فيه خير. فلما ربنا يقول لك الا، يبقى انت عايز تبقى مستثنى، يبقى تخش في الحته دي. الا ايه بقى؟ من امر بصدقه، قاعد في قاعده بتقول يا جماعه في ناس محتاجه مساعده، في يتامى عايزين نروح نعمل لهم كذا، في ارمله محتاجه كذا، صدقه، بيؤمر بالصدقه، الناس دي موجوده. او معروف، كلام طيب، معروف دي سهله مش محتاجه شرح يعني. او اصلاح بين الناس، عايز الناس كلها تبقى في حالة صلاح، عايز الناس كلها تبقى مرتبطة ببعض، مفيش بينهم خناقات، عايز يصلح هو الناس، في الناس دي برضو موجودة. فدي الثلاث حاجات اللي لو في الكلام بيبقى كلام بقى ايه؟ هيبقى كلام طيب، هيبقى عكس لا خير، هيبقى الخير. بس بص ربنا بقى بيقول ايه بعديها: ومن يفعل ذلك. ربنا دايما محتاج فعل، ابتغاء مرضات الله. يعني عايز ايه؟ عايز رضا ربنا. اللي بيعمل كده عايز رضا ربنا، اوكي؟ مش بيعمل كده عشان هو انسان والناس تحبه والحاجة. لا، هو بيعمل كده قلبه رضا ربنا. فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ايه الاجر؟ لما ربنا يقول حاجة يبقى بتتعمل. يعني سوف نؤتيه اجرا عظيما، يبقى الاجر بتاعه عظيم. ايه الاجر بقى بتاعه؟ في الجنة اكيد، بس في الدنيا برضه بياخد اجر. في الدنيا برضه بيبدأ يحصل فيه تغير. ليه بقى؟ لان هو ابتدى يطبق كلام ربنا، فبيحصل له ايه؟ وقاية، بيبقى من المتقين. بص بقى ازاي انت هدى للمتقين، مش القرآن هدى للمتقين؟ فلما بتاخده وتنفذه بيحصل لك ايه؟ تقوى. يبقى انت دلوقتي المفروض تعمل ايه لما تتدبر؟ التدبر يعني انا دلوقتي قريت، انا فهمت، عقلت الكلام، وبعدين قمت ايه؟ نفذته. فلما تخرج من باب بيتك نفذ الآية دي، حطها في قلبك تستقر، اوكي؟ واي كلام هيحصل يا تعمل الحاجات دي يا ايه؟ تصمت، اوكي؟ واتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله.